فوتوتشيني الفريدو او معكرونة بالصوص الابيض والفطر، واحدة من اطيب طرق المعكرونة. اليوم راح اقدم لكم اياها بطريقتي، او راح اشارك معاكم طريقتها. انا عاملة مقدار كبير بالفيديو، لكن راح اكتب لكم تحت الفيديو كل المكونات والمقادير لمقدار اصغر. عندي 1.5 كيلو من صدور الدجاج، قطعتهم شرائح، بتبلهم برشة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ملح على حسب الذوق، ورشة من الزعتر أو الأوريجانو. بقلب وبتركهم ينتقعوا في التوابل حوالي ساعة أو نص ساعة، وما تكثروا توابل كثير عشان ما يغير لون الصلصة عنا. وبعد هيك سخنت حوالي 60 جرام من الزبدة و3 معالق كبار من زيت الزيتون على نار عالية. بننزل قطع الدجاج على دفعات عشان ما ينزلوا سوائلهم، ما تحركوهم إلا لما تشوفوهم غيروا لونهم وبيضوا. بعد هيك بتحركوهم عشان تحصلوا على هذا اللون الذهبي، وبنرفعهم بننزل الدفعات الثانية. أنا عملتهم على 3 دفعات. بعد هيك على أثر الزيت بننزل ببصلة متوسطة مفرومة ناعم، بنقلبها لحتى كمان تبدأ تذبل وما بنتغير لونها. وبعد هيك بننزل بحوالي 4 سنون من الثوم، هرستهم هرس ناعم كمان. وبننزل بعود من إكليل الجبل أخضر أو يابس كمان بصير، وحوالي 600 جرام من الفطر. عندي معلقة كبيرة زي الجبل من الطحين لمعلقتين، رشة من السبع بهارات، رشة من الزنجبيل، ورشة من الأوريجانو، يعني نفس التوابل اللي حطيناهم على الدجاج. بقلب، وبعد هيك بننزل بالمرق حوالي 3 أكواب من مرق الدجاج، وبننزل كمان في الدجاج اللي حمرناه ويكون استوى. وبرجع بقلب كل المكونات مع بعض، بس ياخدوا غلوة بنضيف لهم الكريمة، حوالي 3 ل4 أكواب من كريمة الطبخ. وانتوا بتقدروا بتتحكموا بسماكة الكريمة او سماكة الصلصة زي ما بتحبوا، اذا بتحبوها كثير جامدة ما تكثروا مرق، واذا بتحبوها سائلة زيدوا شوي المرق. اختياري معلقة لمعلقتين من جبن البارميزان، ومعلقة من اوراق الريحان فرمتها ناعم، وهيك بتكون عندي الصلصة جاهزة. وبعد هيك عندي بالنسبة للمعكرونة سخنت المي بس غليت، ملحتها وبدي اسلقها بنسبة 90%، ما تخلوها كثير تستوي، اتبعوا التعليمات اللي بتكون موجودة في الكيس، بس قللوا الوقت حوالي دقيقتين. وبس غليت عندي واستوت بدي أصفيها وأغسلها بمي باردة. وبعد هيك برجعها على الطنجرة، وبضيف فوقها الصلصة وهي ساخنة، والمعكرونة كمان تكون ساخنة، لأنه هاي الطبخة أطيب إنها تتقدم ساخنة. بنقدمها وبنرش على وجهها رشة من جبن البارميزان أو الموتزاريلا. وهي كانت وصفتي لليوم، جربوها وإن شاء الله تعجبكم.